ايه ده، في ايه؟ اخلصي، هتشتغلي ولا لا؟ هشتغل. هنسمي البرنامج ايه؟ مدحت على اسم جده ان شاء الله. احنا هنهزر. لا والله العظيم اللي تقولوا عليه. ايه اللي نقول عليه؟ طب بقول لك ايه، البرنامج اللي بيقولوا عليه معلش ما معلش. الله الله. مع احترامي ليك الجاي مش ليك، لو انت الكوتش انا ما بسكتش، اول ما اقول الكوتش خش ما تسكتش. حبيبي خدعوك فقالوا يا عبصلة هتعملي ايه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه. انت رجعتي ليه؟ البرنامج اللي بيقولوا يا عليه. بنتي اسمه ايه؟ البرنامج اللي بيقولوا عليه. ما ترحمينا بقى، في ايه؟ لو ما كنتش تزعق. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. أنا جيت يا مساء الفل، مساء البهجة، مساء كل حاجة حلوة. آخر حلقة في 2020، سنة جميلة، سنة سعيدة، هنحكي ونتحكى عنها للدنيا كلها الحقيقة. الحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا، معروفة يعني. يا رب دايما في صحة وسعادة وخير ويبعد عنا كل شر. وبسلم على كل مستمعين ميجا اف ام الحلوين. أخباركم إيه وعاملين إيه؟ 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 3835 او تبعتوا لنا على الفان بيج ميجا اف ام 92.7. ممكن كمان على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. حابه اختمها بحاجه حلوه قوي من خدعوك فقالوا. اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، صح ولا خدعونا فقالوا؟ باشا اللي تعب، استاذه اللي هناك ارتاحت. هو ده السؤال، امتى بقى بعدين ده؟ عشان انا بتعب بس بقالي سنين، يعني انا بتعب. اتضحك عليا ولا ايه؟ طب احنا هنرتاح امتى؟ طب انت قالوا لك كده برضو، قالوا لك اتعب دلوقتي يا ابني عشان في المدرسه اتعبي عشان ترتاحي بعدين في الجامعه. ما ارتحتش في الجامعه، هترتاحي في الشغل. ما ارتحتش في الشغل، هتقابلي احسن ناس. ما حصلش. ما ارتحتش، ما حصلش. طب الناس اللي جايين من بعدين، هل عندكم راحه؟ يعني على الستينات هنرتاح، على السبعينات هنرتاح؟ انا عايزه حد يواجهني ويصارحني، حد يقول لي الحقيقه. يعني ايه المتوقع اللي انا هلاقيه بعدين؟ لانه دي اقوال مأثوره. قال لك اتعب دلوقتي يا بنتي اتعبي دلوقتي وترتاحي بعدين. حتى الاجازه ما بياخد فيها سمر كورس، الواد ما كانش يحل حاجه في الامتحان يقولوا هترتاح في الاجازه. الناس كلها تسافر وهو يقعد. 1927 ده رقم الاس ام اس. اللي يقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، سمعه عم الطبيب على طول. رقبتك عامله ايه؟ ظهرك عامل ايه؟ ده احنا في الثلاثينات. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام. على طول. بصوا يعني مش محتاجه اقعد اعمل الدوشه دي كلها والله. بتعيدي مرتين ليه؟ بلدي قوي يا حسين، بس مش مهم. بيقول لك ايه بقى؟ والله العظيم ايه؟ يقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. ما هو السؤال لما انا يعني لا، ما انا مش عارفه اسال السؤال ازاي برضو، ما انا مكسوفه منكم، انا خجلانه وانا جايه يعني. اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعد. طب اتقالت لك زينا ولا احنا كانوا بيضحكوا علينا؟ يا كريم. الو يا كريم يا رب. ازيك يا كريم؟ ازيك يا سالي سلوى، اعمل ايه؟ اخبارك ايه؟ بقول لك ايه يا كريم، انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل حداد. يعني بتعمل ايه؟ بعمل بيبان وشبابيك وكده. يا ولد. طب وبقول لك ايه، بتسيب الحاجات مفتحه والهواء يقعد يخش لنا من كل حته ولا بتقفل كويس؟ لا بنقفل كويس. بتقفل كويس. ارجوك. بقول لك ايه يا كريم، انت تعبت دلوقتي وارتحت بعدين؟ انا اول مره عامه اتابع البرنامج، فيعني على راسي لا استنى اديك سلام عبد السلام. ده انت بقى طالما لم علينا عبيدك يا رب. استفتحت بيك وربنا. عايزين نوصل رساله بقى من عندكم. لو انت طالع الهوا لتصفيه الحسابات فانا بعشق الحاجات دي. اتفضل يا فندم، وصل رساله. نوصل لاحمد رساله بنسلم عليه، وفارس عايز يسلم عليه، فارس ابنه. لا مفيش حد عايز تتخانق معاه؟ معقول؟ لا مفيش اي رساله من تحت لتحت عايز تلقح على حد، تغلط في حد. احنا البرنامج ده معمول عشان كده. لا ده احنا بنسلم عليه، وفارس عايز يسلم عليه.
على راسي يا كريم والله. طب كريم بيقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، انت ارتحت؟ تحت اهو. ايه بقى، ايه اللي حصل؟ مين اللي جنبك دي؟ ده فارس عايز يكلم باباه، عايز يسلم عليه. ماشي، هو بيتابعكم. بابا مين؟ بابا احمد. فين احمد ابو فارس؟ موجود، هو بيتابعكم فهو عايز يسمع فارس. طب هات فارس، هات لما نتكلم معاه. هنقول له هات، ما هو ده الهوا هوانا. يلا قول الو يا بابا. يا فارس ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. يا بابا. انت عندك كام سنة؟ لا لسه صغير. قول يا بابا. قول يا بابا. بابا. عندنا واحدة في البيت ماشية تقول لنا كده كلنا بابا. يا فارس، طب اغني لك اغنية. صغير. هيكون عيد ميلاده الليلة اسعد الاعياد فليحيى ابو الفصاد. طب انت عارف دي ولا مش عارفها؟ انت عارف ابو الفصاد؟ هابي بيرثداي تو يو، عارفها دي؟ هو مش عارف يتكلم، صوته صغير فهو بيوصل رسالة. هو بيقول لي بس بيقول لبابا ايه بقى، ارجع البيت يا بابا. بيسلم عليه. متغيب بقاله قد ايه بابا؟ تنويه عن المفقودين. بقاله 6 اشهر. بقاله 6 اشهر بابا. راح فين ابو فارس؟ في شغل. ولا رايح يجيب لنا المروحه والتكييف؟ لا في شغل. يعني في الشغل بقاله 6 شهور ما رجعش؟ ايه؟ في الشغل بقاله 6 شهور ما رجعش يا كريم؟ شغال. شغال في مكان بعيد. في مكان بعيد ولا في مكان مهم؟ وكنت عبقري. نشاط اجتماعي. نورتني وتسلم لي وعلى راسي. ميرسي جدا، باي باي. طيب والواحد زعلان من شهرين يعني اهو. اكيد ابو فارس يعني هيرتاح بعدين، فاهم؟ 1927 ده رقم الاسم. بتسالي كتير ليه انت؟ منار، لا استني، انا عايزه اديكي سلام يا منار. اول واحده على الفان بيج. لا جدع. مي محمود انا بسلم عليكي، وصلاح السيد بسلم عليك على راسي. هبه بسلم عليكي. علي ناجي ماشي. مي نواف تقول لك ترتاح لما تكبر وتبقى مش قادر تشتغل اصلا. لا، بتبقي بتدوري على الامبولات او الحقن بقى. طب هو صح ولا خدعونا فقالوا؟ قال لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. من ساعتها وانت تعبان وما ارتحتش. هو مش حضرتك وعدتني؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا بقالي على الاقل 30 سنه بتعب. بس يا لئيم، انت كنت تقصد هرتاح بعد ال60. تروح للي عندهم 60 يقول لك لا ما ارتحتش. طب هرتاح ازاي برضو؟ انهي راحه؟ الراحه الابديه؟ لا يكون قصدهم على كده. طب وبعدين طب هم قالوا لنا كده. طب ده صح ولا لا؟ حتى الكينج محمد منير قال لنا كده. لك كل الحدوته شويه مجهود. يا عم عملنا مجهود يا كينج، وما فيش مش شويه، لا شويات كتير. مش عارف. طب انتوا متفائلين؟ مش عارف بس برضه لا، يعني لازم نقعد ايه، نختمها باسئله لا منطقيه. اتعبي دلوقتي يا ساري عشان ترتاحي بعدين. انت ذاكري عشان ترتاحي بعدين. طب اتعبي عشان ترتاحي بعدين. 1927 ده رقم الاس ام اس عشان تبعتولي بعدين. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع ساري عبد السلام على ميجا اف ام. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. مش عارف والله العظيم المستمعين دول يعملوا فينا ايه. لماضة ما بعدها لماضة. مالك انت؟ بقول لكم ايه قبل ما السنه تخلص، انا عايزك تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك، لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين. اجمل ما قيل في المواساه تفكرني اواسيك واقول لك معلش ومالك يا حبيبي وتعالى اشكي وكده. لا انا مستحمله نفسي بالعافيه، ده انا خلقي ضيق قوي. انت خلصت المراقبه اللي عليك ولا تتدري انت؟ أيوة من شهر. بقول لكم ايه، لا ده انتوا حبايب قلبي. 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 38356962 او تبعتوا لنا على الفان بيج ميجا اف ام 92.7 او على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. قال لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. صح ولا خدعونا فقالوا؟ مش عايزه اكتر من كده. يا خالد يا شعبان. الو عايز ايه؟ ولا حاجه، يعني الراجل بيقول لك اول مره اطلع معاكي في البرنامج، بعدين اخر حلقه في السنه يعني تقولي له انت عايز مش عارف، والبرنامج معمول عشان كده ومش عارف ليه كده، عشان تلقح اللي حواليك وتغلط فيهم وتصفي حسابات على الهوا. امال البرامج بتتعمل ليه؟ ملاك بجناحين يعني، حرام. البرامج بتتعمل ليه؟ اديني سبب واحد. البرامج بتتعمل عشان الناس تحط على بعض. طبعا يا لمبي نفسك شويه. طبعا انت معاك سلاح المايك، هما مش معاك.
انت عاملاه فينا ده حرام عليكي. مفترية فعلا. من المغرب. عايزاكم حرام. تحبوا بعض يا اخي، عايزاكم تحبوا الحب، نحب بعض. معاك انت هنحب بعض كده. بنفس راضيه. لو هو مزعلك قوم اخبطه بحاجه وامشي عشان تبقى انت مبسوط. اعمل ايه تاني؟ ايوه عايز تقول مين؟ عايز تقول ايه على مين؟ انا حرام سخرت عليكي. نفسي لخدمه الناس، اعمل ايه تاني؟ ايوه صح. انت ارتحت ولا ما ارتحتش الاول؟ لا انت مريحاني اصلا يا سامي. الحمد لله يا رب العالمين. النبي عمري ما ريحت حد يا اخويا والله، بس ناويه اتغير في 2021. طب الاخبار ايه؟ صف 21 طب في البرامج. اريحهم الراحه الابديه. لا نفس الميعاد ان شاء الله من الحد للثلاثه. يعملوا ايه؟ يخلصوا مني. ده هم ان كان عليهم، هم ان كان عليهم اقعدي في البيت. والله عايزين تخلصي علينا. لا هم ان كان هم تقريبا حسوا ان احنا التعداد السكاني بقى كتير، قال لك هي دي اللي هتخلص عليهم. سيدي عبد السلام هي دي الميشن بتاعتك. حاضر يا باشا. والله احسن اذاعه واحسن على راسي. برنامج ثانك وأحسن يو. مذيعة، واحنا سعيدين بيكي جدا جدا نورتني جدا. وتسلم لي. حاله جميله كده واحنا بنكلمك والله. على راسي والله العظيم يا اخي. يا رب دايما مبسوطين، كل حاجه. يا رب دايما مبسوطين وبضحكوا وابسطكوا بس، مش مهم، مش عايزه اي حاجه تانية. ثانك يو على راسي. انت ارتحت ولا ما ارتحتش طيب؟ صح ولا خلعونا في قالوا؟ انا كده خلاص انا كده مرتاح، انا ما فضفضت. تسلم لي على راسي. ثانك يو يا خالد. باي باي. باي باي. باي يا عبد الجواد. الو الو ازيك يا عبد الجواد؟ الو على احنا الو. يا عبد الجواد. الله سنين والله. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت مين اداك رقم التليفون التاني يا عبد الجواد؟ انت جبته منين؟ ده عندي من زمان، من اول ما اتولد والله. من اول ما انا اتولدت في الاذاعه اساسا من 10 سنين. طب بقول لك ايه، انت تعبت دلوقتي وارتحت بعدين؟ لا ولا تعبت دلوقتي ولا تعبت بعدين ولا ارتحت دلوقتي ولا ارتحت بعدين. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ ده السؤال. انا عايز اعيش بس خلاص وسيبني اعيش. بس كده. مش عايز اي حاجه تانية. يعني ايه طلباتك في السنه الجديده مثلا؟ طلبات في السنه الجديده ان انا افضل مع سالي على طول. اذا كان كده ماشي. وغير سالي بقى ام العيال هنعمل فيها ايه؟ لا ام العيال بتحبك، انت عارفه ده كويس. شفت انا عرفت اعمل المعادله الصعبه ان الستات ما تغيرش مني، تحبني اكتر. انت بتحب سالي، اسمع سالي وامشي من هنا انت وسالي. دي حاجه حلوه. يعني انت ما ارتحتش بعدين وضحكوا عليك صح؟ والله قال لك اتعب في المدرسه عشان تتبسط ولسه بيضحكوا عليك. ها ولسه هيضحكوا عليا ومفيش مشاكل. هنعمل ايه؟ يعني انت تحب ان الناس تضحك عليك ما تقولكش الحقيقه. احنا عايشين عشان يضحك علينا وخلاص. اللهم صل على النبي. الله عليه الصلاه والسلام. نورتني والله العظيم. على راسي. وجودك يا سالولي. على راسي. باي باي. باي باي باي. شفت دي الحاله الحلوه اللي بتعملها بين المستمعين. يعني اتخانقوا مع كلضموا زعلوا بس بحلاوه. نتخانق بحلاوه، يعني نتخانق باشتياق. الدبه اللي قتلت صاحبها كده. 1927 ده رقم. يا معاذ ازيك؟ طبعا ونعم بالله. قال لقد خلقنا الانسان في كبد. طبعا هو الراحه مش دلوقتي، الراحه بعدين. بس يا رب نبقى عاملين حاجه كويسه فنرتاح. انت فاهم؟ ثانك يو. انا مبدعه جدا طبعا. انا بعمل حاجه غير اني ببدع. لو مش هتتعب وتسعد دلوقتي هتتعب امتى؟ اكيد حضرتك تعبتي في الاول. لا انا تعبانه حضرتك لغايه دلوقتي. يعني انا تعبت في الاول فعلا وما زلت تعبانه. يعني لا واسطه ولا حد معانا، ربنا يا ابني والله العظيم. طيب الواحد هيبطل تعب ليه؟ احنا ربنا خلق الصبر ليه؟ طبعا ونصب. انا في الصبر يا رب. بقعد اقول اللهم صبر اللهم جبر. بس خلاص انا في البعدين اهو بقول لكم مفيش راحه. انت رحتي البعدين يا داليا؟ ماشي. عبد الحميد انا بسلم عليك جدا والله العظيم. قال لك انا عمال اتعب وانا مش شايف اي حاجه خالص وما قالوليش اي حاجه. عايز حاجه تديني امل في بكره. لا هي امل لقت الطبطبه. انا كنت اقول لك امل بتشحت على ناصيه شارعنا، بس لا ممكن دي احسن حاجه حصلت مثلا في 2020. حسين الجسمي لقى الطبطبه، انا ما لقيتهاش. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. وبرعاية وي قبل أي حد. البرنامج اللي بيقولوا عليه. ومعاكم سالي عبد السلام. الحقيقة بنحاول إن احنا نشع بهجة، وحتى الإعادة طالعة مني مش كده. لا بنشع بهجة للسنة الجديدة، بس بلاش غلاسة بقى بجد، عشان يعني آخر حلقة في الموسم وبتاع. أبطال الجمهورية. ألو ازيك؟ الله يسلمك. انت مين يا محمود؟ ايه؟ انت مين يا محمود؟ عرفنا بنفسك. محمود ده عنده كام سنة؟ ايه؟ محمود عنده كام سنة؟ 18. 18. محمود سايب مذاكرته وقاعد يكلم الإذاعات.
نعمل ايه طيب؟ ما احنا محمود بقى هيسقط يعني معناها ان محمود هيسقط، دي معروفه. الجنيس بتاعنا هو هيخلص. طب وبعدين يا محمود انت عايز تطلع ايه؟ عايز اطلع ايه؟ اطلع الفضاء. نطلع الفضاء. لا يعني انت كمحمود بتحلم بايه؟ بحلم بايه؟ يعني بحلم اخش هندسة بصراحة. تخش هندسه وقاعد تكلم البرامج. نعمل ايه طيب؟ فاضيين لكم بقى. فاضل له. انت بلدكوا ايه؟ بتكلمني منين؟ الفيوم. من الفيوم. الله على الفيوم. يا استنى ادي سلام لاهل الفيوم كلهم. دي جميله جميله. انت اجمل طبعا. الله يخليك. طب وبقول لك ايه، انت بقى ارتحت دلوقتي ولا هتذاكر عشان ترتاح في هندسه؟ والله انا ما ارتحتش دلوقتي. بس انت لما هتذاكر هترتاح في هندسه صح؟ هم قالوا لك كده. بس مش عارف بقى بعدين فين. طب انت عارف المهندسين خلي بالك بس عشان هم ايه بيقولوا لهم كلام في الجامعه مش حقيقي، ان هم احسن ناس وان ما حدش بيفهم غيرهم وان هم الالمان وفاهم، اوعى تبقى زيهم. لا خدنا كلام كتير من ده. لان المهندسين عندهم مشاكل كبيره احنا مش عارفين نحلها لغايه دلوقتي. لا ان شاء الله بس احنا بناخدهم على قد عقلهم. انا هسألهم ان شاء الله. ايوه انا عايزاك بقى انت تخش تعلمهم، تقول لهم اهدوا علينا شويه، المهندس مش يعني سباك ولا بيعرف يعمل كل حاجه، مهندس سباك وبيخيط وبيبني المهندس مبدع فاهم، بس انت قول لهم اهدوا علينا شويه، يعني كل واحد يخليه في تخصصه. ما انا هظبط الدنيا بقى لما اخش لهم ان شاء الله. انا عايزاك بقى محمود تخش على الجامعه كلها تبهدل الدنيا ان شاء الله. بس بعدين دي فين يعني؟ انا بعدين انت مش هترتاح. لا ما انت داخل هندسه يابا، دي صعبه جدا بيقولوا. مش هرتاح والله، صعبه. والله العظيم. انت عايز تبقى مهندس ايه بقى؟ ادعوا لنا بس في الهندسه دي. يا رب يكرمك في الهندسه دي. بس هتبقى مهندس ايه؟ ميكانيكا ولا كهرباء ولا اتصالات ولا ايه؟ لا معماري. كمان هتهد الدنيا علينا. اللهم صل على النبي. روح يا ابني ذاكر يا ابني. نورتنا يا محمود، كلمني دايما. باي باي باي. الو يا عبد الحميد. ازيك يا عبد الحميد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عبد الحميد انت بتشتغل ايه؟ ما انا كلمتك من يومين كنت بشتغل في مصنع الاف. انت ايه؟ كلمتك من يومين وكنت بشتغل في مصنع الاف. انا فاكره يا ابني ابويا كان بيشتغل ايه، انا اعرفش غير انه مهندس. بقول لك ايه، انت ارتحت بعدين بعد ما فتحت المصنع؟ لا خالص. يعني انت مش مرتاح؟ لا هو الدنيا دي فيها راحه. طب تفتكر احنا عاملين حاجات كويسه فهنرتاح في الاخره؟ ان شاء الله باذن الله. يعني هنتعوض بقى صح؟ على الاشكال اللي قابلناها، على الناس اللي شفناها، هنتعوض على الحاجات اللي واجهناها، على الناس اللي حبيناها. امشي معايا بالوزن يا ابني، يلا على القافيه. قولي على الناس اللي حبيناها، على مثلا سلع السلام اللي قابلناها، على الدنيا اللي شفناها. يلا احنا ما وراش حاجه، عندنا فضائيه عندنا فضائيه. يعني انت ما ارتحتش، يعني هم خدعونا فقالوا بس برتاح في وقت معين. بس عارفه امتى؟ من حد للثلاث من 7 ل 9 على ميجا اف ام. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي والنبي؟ لا انتوا مدلعيني النهارده، مدلعيني وشكلكم محضرين لي مفاجاه. انا هقعد في البيت. تسلم لي ونورتني وعلى راسي. لازم نطلع منها كده مفرفشين، لازم نبقى لزاز. انا موافقه، نورتني وعلى راسي. ميرسي يا عبد الحميد. باي باي باي. والله العظيم انتوا رزق، المذيعين الحلوين رزق والله، يعني حاجه. اقول ايه؟ المسج انا رجعت لقيت سالي بتضرب المستمعين. لا لسه مش كده، هنفرفش دلوقتي ونعيش بعدين. ده رقم اخره 121. يلا البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. والبرنامج اللي بيقولوا عليه ومعاكم سالي عبد السلام على ميجا اف ام 92.7. الاغاني على كبير وبرعايه وي قبل اي حد. بيقول لك ايه بقى النهارده في خدعوك فقالوا؟ اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. اخر حلقه في 2020 يعني ختمها مسك. هم قالوا لنا كده، قالك يا ابني اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. تعبت دلوقتي؟ طب بقول لك ايه، ارتحت بعدين صح ولا خدعونا فقالوا؟ 1927 ده رقم الاس ام اس. يا احمد الو. الو ازيك يا احمد؟ اخبارك ايه؟
الحمد لله عامل تمام. ايه؟ كله تمام؟ انت سعيد الحمد ليه؟ لله تمام. لا داهيه لا تكون مبسوط. الحمد لله تمام. يعني حد بيسمع سالي عبد السلام؟ يا ولد يا لا 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 كتير عليا في اخر حلقه. انا عايزاك مبسوط. والله يا سالي ما كلام كده وخلاص. طب قولي انت بتشتغل ايه؟ في الغزل والنسيج. تعالي شاركيني بقى. طب يلا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في الغزل والنسيج؟ كلمني عن الغزل والنسيج. بطلع قماش. بطلع قماش. لا انا مش فاضيه. طب انت ارتحت ولا ما ارتحتش يا احمد؟ لا دي سنة الحياة طبعا. يعني انت ما ارتحتش خالص؟ ما ارتحتش، ودي سنة الحياة. طب انت عندك كام سنة؟ اديني كام سنة؟ اديك كام سنة؟ مكتب الصحة اسننه اديك 32. يعني مظبوط. اشغال شقة. لا بجد. لا اقول والله العظيم 32. الله وانا مالي يا طب بقول لك ايه، يعني انت مش مقتنع باللي هم قالوه لنا يعني صح؟ يعني اللي هو خدعونا فقالوا قال لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. لا انا مقتنع جدا. يعني انت ارتحت لا دلوقتي؟ مقتنع لأن هم قالوا لنا في المدرسة اتعبوا دلوقتي عشان ترتاحوا بعدين، اتعبوا في الجامعة عشان ترتاحوا في الشغل، اتعبوا في الشغل عشان ترتاحوا بعد كده. ارتحت يا ابني؟ ايوه. لا ما ارتحتش برضه، ما ارتحتش. ما دي لازم، ما فيش حلاوه من غير نار يا سالي. يبقى خدعونا فقالوا. لا ما خدعونا. طب انت حاسس انك هترتاح لا خدعونا اهو. انت حاسس انك هترتاح امتى؟ والله يعني هرتاح يوم ما اقابل ربنا. انا بقول لك اخر حلقه في السنه. هابي نيو يير. طب مش هترتاح في الدنيا خالص؟ والله دي سنه يعني الحياه. اللهم لا اعتراض، بس يعني انا عايزاك ترتاح، يعني عايزاك تبقى دي مرتاح. سنه الحياه. لا لازم نتعب عشان نرتاح. انت متجوز؟ لازم نتعب. طبعا. طب وانت هتجيلك الراحه منين يا ابني؟ لا برضه، ما دي برضه سنه الحياه، لان دي برضه مسؤوليه. هي ضحكت عليك واتجوزتك بالعافيه. هم ضحكوا عليا. هم قالوا لك اتجوز عشان نفرح بعيالك. ايوه طبعا. طب وجبت عيالك؟ ايه؟ جبت عيالك؟ ايوه جبت عيالي. فرحت معاهم؟ ايوه. يبقى قابلني. واحد اتضحك واحد مننا راح مننا. بتاعنا هو اللي هيخلص. نورتني وتسلم لي وعلى راسي. ميرسي يا احمد. ايوه. باي باي يا احمد. امشي يا احمد، روح يا حبيبي العب مع اصحابك. باي باي. باي باي. يا ايه الو. ايه سالي ازيك؟ يا جماعه معانا ايه ظابط الجيش. تاني اما اديكي سلام انتي وكل ظباط الجيش. انا بحبكم. وانا بحبك على راسي. بيقولوا لي بيحبوني يا ايه قوي والله. الشرطه والجيش دي حاجه حلوه. قولي لي بقى، انت ارتحتي لما بقيتي ظابط جيش ولا ما ارتحتيش؟ لا ما ارتحتش طبعا. ليه يا ايه ليه؟ بس انا بحب شغلانتي، يعني هو اللي مخليني مرتاحه شويه ان انا اصلا حابه اللي انا بعمله. انت قلتي لي قبل كده ان جوزك ظابط شرطه. جوزي ظابط شرطه. طب بتعملوا ايه مع بعض في البيت؟ ما بنشوفش بعض. الله. ودي حاجه جميله، وده اللي بيخلي الحياه سعيده وميسوره الحال. ده اللي بيخلينا دايما مقربين من بعض، ما بنشوفش بعض. طب بتتخانقوا كتير؟ هو احنا دلوقتي ما بنشوفش بعض خالص عشان نتخانق اصلا. طب ما دي حاجه حلوه، تلاقيه هو مرتاح صح؟ تحسيه سعيد الراجل، وشه منور جدا وردي كده. يقول لك يا رب دايما يا ايه في شغلك وناجحه يا حبيبتي واحسن واحده في الدنيا، وسيبيني في حالي عشان انام صح؟ لا يقول لي انا جاي تعبان سيبيني في حالي. بس خلاص ما بتتكلميش. طب اقول لك لو قعدتي تزني بقى عشان تتكلمي بيعمل فيكي ايه؟ هو بيبرق لي كده. بيقول لي انت ما عندكيش دم. ياما. كده كده حظبت كده وانا اللي جاي اهزر معاك عشان نهزر سوا. مفيش. ناشف قوي يا اخي. ما عنديش دم حته واحده. طب ما تدلعني. طب وانت بتردي تقولي ايه لما يقولك كده؟ يعني بصي والله انا بس بتتقمصي بقى وتكلضمي وكده ولا عادي؟ زي اي ست مصريه نكديه. الله برافو يا حبيبتي والله. لا بجد 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 كنت عبقري. محافظين على السلاله زي ما هي، احنا واخدين رقم، يعني عارفه احنا عاملين رقم قياسي في النكد. دي حاجه مهما كنتي فرفوشه هتبقي نكديه صح؟ جدا. كل راجل فاكر ان الست اللي معاه هي اكتر واحده نكديه. لا يا جماعه احنا كلنا كده بالظبط كده. مش هنكذب بعدين عشان احنا بنحبكم بنعمل كده. الدبه اللي قتلت صاحبها. بالظبط كده. هو مش عايز يفهم، انا بحاول افهمك. يعني هم خدعونا فقالوا لما قال لك ارتاح دلوقتي، قصدي اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. ما ارتحتيش؟ لا ولا في الكليه ولا في الجامعه ولا في اي حاجه؟ ولا اي حاجه. ولا شفتي اي راحه؟ لا خالص. تحبي تقولي لهم ايه اللي خدعونا فقالوا في نهايه السنه؟ اقول لهم ما تقولوش كلام انتوا مش قده. بس كده. اللي يقول كلام يبقى مجربه. بالظبط كده. ثانك يو نورتيني يا يويو. ميرسي يا حبيبتي. باي باي. باي باي. وانت طيبه. اهو 2020 بتخلص وقال لك ايه؟ اتعبوا دلوقتي عشان ترتاحوا بعدين. يعني انا هقول ايه والله العظيم. بيقول لك ايه بقى؟ مالهم المهندسين؟ عشان كنت يا جماعه بتكلم عن المهندسين.
تملي بقى يا ابني ايه ده، وقال لك واحنا بنساهم في البرنامج وبنحبك انا ما بحبش المهندسين. لا انا بحب المهندسين الصراحه، بس هم عباقره قوي. يعني المهندس دايما بيبقى ليه اتيتيود معين كده، فاهم؟ اللي هو الماني في نفسه، يقول لك انا ما فيش حد بيفهم غيري، كلكم ما بتفهموش، انا بعرف اعمل كل حاجه. المهندس ده بيبقى دكتور، بيبقى سباك، بيبقى نجار، بيبقى بيعرف يبني، صح ولا لا؟ اهو الناس كلها معايا على فكره، انا ما بخافش، انا بقيتش اخاف، انا بقيت اخاف اكتر. المهندسين بيربوهم على كده، هو الوحيد اللي بيفهم وكلنا ما بنفهمش. قال لك مستمعينك المهندسين يعملوا عليك اضراب، ما يقدروش لانهم بيحبوني. تدري ليش؟ لاني ما كذبت، عارفين من جواكوا كده. بس انا بحبكم، ما احنا عندنا مهندس في البيت، وبابي هو اللي كرهني في الشغلانه. يعني عمري ما فكرت اطلع مهندسه مثلا عشان ابويا مهندس. احنا تعبانين قوي يا سالي وربنا ومش عايزين حاجه والله، احنا مش احنا ايه، بس عايزين نعيش ميجز. وانت هتعيش ولا تشوف راحه بعد اللي عملته في بنات الناس؟ لازم اختم بيك. سامع صوت الكحول؟ فس فس فس، مش هقول لك اكتر من كده. بس خلاص. حتى لما سابته ما كانتش مرتاحه، يعني ولا وهي معاه كانت مرتاحه لانها سابته. فلما سابته افتكرت ان هي هترتاح مش عايز تطلع، هترتاح وسيم ما ارتاحتش. بس فجأة لقيتني بهرب، لا بغرق استني، من لسه غرقان بعد كده هرب. يعني هي بتغرق الاول. والله العظيم قالوا لنا كده، قالوا لنا اتعبوا دلوقتي عشان ترتاحوا بعدين. ما كانش في احلى من ده ختام. يعني ما حدش مرتاح، ما تتعب عشان ترتاح. طب انا تعبت وما ارتحتش، ها تقدروا تقدموا لي ايه ضمانات ان انا اتعب تاني عشان ارتاح؟ لا ده هي لا تكونوا مبسوطين. 1927 ده رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 383596. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. هذا البرنامج برعاية وي قبل أي حد. والبرنامج اللي بيقولوا عليه برعاية وي قبل أي حد. رقم الاس ام اس 1927. صدقتك أقسم بالله. ليه يا مينا كده؟ مينا بيقول لي مفيش الكلام ده خالص، احنا متشالين على كفوف الراحة. لحد هنا صدقته. قال لك جسمنا باظ خالص. لا والله العظيم انا ظهري لو اقول لك لا، ورقبتي بقى الحته دي. لا ايوه هي دي ايوه. رحت للبنت يعني تعملي مساج، بتقول لي يو هاف ا لوت اوف ستريس. ا لوت اوف ستريس ايه يا مدام؟ انت تعرفي حاجه ستريس ايه؟ بس ده الاسترس بتاع الافراح اللي بنحطه على الفساتين. انت خلصت المراقبه اللي عليك ولا تتدري انت؟ ايوه انا كان قصدي من ده، ما كانش قصدي تعب. فهو النهارده بيقول لك ايه؟ فخدعونا فقالوا. خلاص يعني الفقره دي انا لازم اموتها، لان احنا ضربنا في اساسات هذه الفقره. فبيقول لك ايه؟ ارتاح دلوقتي، قصدي اتعب دلوقتي. انا ما ارتحتش، قال لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. يا امال الو. الو ازيك يا امال؟ حبيبتي عامله ايه؟ انت بتدينا امل في بكره يا امال. ايوه خليكي متفائله، الدنيا حلوه. كدابه. لا والله الدنيا حلوه. اتاري الدنيا اتاري مش حلوه زي اللي في بالي. انت لقيتيها حلوه زيها بالظبط؟ لا حلوه كله حلو. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل بصي بقى، انا ما اتخدعتش. هقول لك ليه بقى. انت اتجوزتي انت عندك كام سنه؟ 24 25. قالوا لك خلفي صغيره عشان ترتاحي لما العيال تكبر. هقول لك بقى اول بنوتي ما جت، اخويا حبيبي الله يرحمه بقى قال لي بصي انت شويه كده 2 3 بس كده على ما تبدا تفوق كده وتمشي قدامك هتبقي تمام، وممكن بعدها انا عارفه الكلام ده. اي كان ريليت دايما يقول لي كده. كمان 2 3 هتتعبي بس شويه، وبعد كده هتاخدي على كده، وهتبقي معانا في الكمباوند وهتبقي عادي. وبعد كده هتاخدي على كده. هتاخدي على كده يعني. لا هو الراجل ده انا هديله سلام الله يرحمه يا حبيبي. كلام الجينيوس بتاعنا والله العظيم جينيوس. يعني هو جينيوس اللي جاب من الاخر. ثانك يو. والله العظيم قال لي خلاص. بس انا هم اكدوا لي ان يعني هم قعدوا يقولوا لي اصل في راحه يعني بجد. وانا عماد مأكد لي، بس ما قاليش فين. يعني عماد اكد لي خلقنا الانسان في كبد، ما طول ما احنا عايشين بنرتاح. بس هقول لك بقى، انا بقول لبناتي ايه؟ اديني امل. تتعبوا علشان تفرحوا. على فكره بصي مثلا لو في الدراسه، انا بناتي طول عمرهم هم في الدراسه اقول لهم اتعبوا، هتلاقوا نفسكم في اخر السنه لما تجيبوا درجات كبيره وانتوا فرحانين بيها من غير ما غش، من غير غش ومن غير اي حاجه، هتفرحوا بنفسكم. من صغرهم اتعودوا على كده. جت بقى ساعه الثانويه العامه السنه اللي فاتت كانت الكورونا. بصي بقى سنه الكورونا، وكانت عارفه لما تتعودي ان انت طول عمرك
مستنيه حاجه معينه، مم. جيت قلت لها بصي احنا هنعمل اللي علينا وهو زي ما ربنا عايز، بس اعملي اللي عليكي ماشي وزي ما تيجي ونعمل بس بالله في طبعا. الاخر علشان خاطر تدخلي الحاجه اللي نفسك فيها مم. وتفرحي. دخلت ايه بقى؟ الحمد لله دخلت اعلام انجليش جامعه القاهره. بس وهي انا اهو جايه من وهي ارض الواقع أنا بقول لك عايزة- ده كان اختيار سيء. بس هي بصي هقول لك بقى، هي ما مش هي هترتاح بعدين يا امال. مش لا هترتاح، لا ما انا عارفه. انا لا بقول يا لك امال أنا- والله تعالي اوريكي الحاجات اللي بنشوفها يا حبيبتي. انا نفسي حبيبتي امشي في أنا تلفزيون عارفة. الواقع زي الاستاذه هي كيم بصي كارداشيان كده. من وهي في ثالثه اعدادي نفسها تدخل اعلام، واحنا ما خلاص تمام. غلطانة، اللي انت غلطانة. عايزه تعمليه اعمليه. بس غلطانة. اللي عايزه اقول لك بقى ان هي مبسوطه بالدراسه. بس علشان انا هي درست داخلة الحاجه اللي بحبها والله بقى، وصلت ما وصلتش، تعبت ما تعبتش، المهم انا درست الحاجه اللي بحبها. ايوه بالظبط. موافقه. يعني ف- يعني انت ففكرة- معاهم؟ هم لا. قالوا يعني لا هم خدعونا تتعبي فقالوا عشان تفرحي. اتعب عشان افرح مش اتعب عشان ارتاح. لا 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 انت لا، هتجمليها. لما تتعبي في الحاجه وتيجي توصلي للحاجه اللي انت بتعمليها اه هتتبسطي قوي. عارفه لما هتدخلي حتى تعملي اكله في المطبخ وهتتعبي فيها وتطلع بالشكل اللي انت عايزاه اه هتفرحي بنفسك. صح. فهتنسي وهم التعب اللي بياكلوها في تعبتيه. 5 دقايق، يعني انت تقعدي تلفي حله المحشي مش في 4 مهم. ساعات، هم بياكلوها في 10 دقايق، تبقي عايزه تطفحيها لهم. مش انا عايزك تروق كده وتهدى. المحشي بيخلص بسرعه ليه؟ مخنوقين. بس عارفه بيعوض التعب. طبعا. هيعوض لا التعب. اهم حاجه يبقوا بتفرحي مبسوطين بجد. ربنا يبارك لك فيهم ويسعدك حبيبتي. ونورتيني. تسلمي ثانك يو. يا ميرسي يا امان. باي باي. باي باي. ايوه يا استاذ احمد، عايز مني ايه يا استاذ احمد؟ بصي قبل ما نتكلم في اي حاجه بس، اتفضل يا باشا. هو ليه لما بتكلمي البنات بتطولي معاهم وتدخلوا في عشان مواضيع انا كتير عشان انا قوي؟ عنصريه. طب اهو ليه برضه ليه؟ في رد فين احلى من الquality كده يا جماعه؟ لان انا بحب ادي البنات فرصتهم، لان حاساهم اتحرموا من حاجات ده كتير. انتوا اتكلمتوا في وانا مواضيع بضطهد كتير قوي. الرجاله وبكره الرجاله ومش عايزه اتجوز. بص بقى الكلام الناس كلها هو قويه ومفتي، والله العظيم ولا حاجه من دي. على حرام فكره عليك. كلهم بيقعدوا يقولوا قويه ومش قويه، وبتيجي عند سن معين كده وبتضعف، مش عارف والله ليه. العظيم. اول مصحف ده بقول لك ايه، وكنت عبقري. الجاب ارض يعني. الحمد لله انا الزمان هدني ولا حد بيودني. اخبارك ايه يا احمد؟ بص، عامل ايه؟ كويس انت الحمد بتشتغل لله. بص ايه؟ اقول لك حاجه، انا دكتور ايه بقى؟ دكتور عيون. ايه ده بجد؟ وانت عملت الليزك؟ يا ده احنا هنطلع ببيزنس حلو بقى. انا عملت الليزك، انا عاملاه من سنين. بس دكتور النظر قل قوي يا دكتور، انا مش شايفه الحقيقه. انا كنت فاكره اني اشوف الواقع، طلعت لا مفيش. طب لا 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 عندنا حلو مش لا وحش. ها نطلع بقى بسبوبه بقى. وصلت كام يا باشا دلوقتي؟ بص اقول لك حاجه، انا طول عمري بصحى الصبح بدري علشان الباص بتاع المدرسه ومش عارف ايه. مع الولاد ولا مستني عشانك انت؟ اللحظة. لا عشاني انا مش متجوز ولا مرتبط ولا اي حاجه. ولا هتتجوز؟ ده انت دكتور. لا انا مبسوط كده. المهم عندك كام سنه؟ 26. لا لسه صغير. تتجوز ايه دلوقتي؟ بس يا حبيبي بس يا بابا كم؟ لا والله المهم فانا مستني اللحظه اللي انام فيها واصحى براحتي، ما اصحاش الساعه مثلا 6 الصبح والساعه 7 والكلام ده. مش فاضيه تيجي ابدا اللحظه دي. خلصت انت برضه معقول حتى وانت في الجامعه بتستنى باص الجامعه؟ ما هو علشان كورسات حضرتك، الكورسات بتبتدي الساعه 6:30 انتوا يعني انتوا ساعات ما كانش بتلاقوا وقت اصلا تاخدوا دش يعني. بالظبط. فهو انا بصحى حرفيا والدنيا ضلمه والكلاب الضاله اللي في الشارع. مش انتوا فاكرين نفسكم اكتر ناس بتفهم وان احنا تحت رحمتكم؟ خليكم بقى يلا بقى يلا، مش فارق معايا اخر حلقه واهرب. والله العظيم والله. مش انتوا فاكرين نفسكم ان انتوا اهل العلم واحنا ما في؟ وبعدين كل واحد اجي اقول مثلا يا دكتور انا شايفك ايه، انت ما تشوفيش، انا اللي اشوف، انا الدكتور، انا اللي درست. ايه ده معقول في وشي كده؟ على فكره يعني الكلام ده كله حقيقي بيحصل. والله يقول لي حضرتك قريتيها في انهي معلومه؟ انا ما درستش الكلام ده في الجامعه. وحضرتك انا بمارس شغلانه، حضرتك بتعملي ايه؟ قلت له انا بستفسر. انا عارف شغلي، انا أيوة. عارف شغلي. انا بستفسر يا اخي يا اخي. خدتني الجلاله بتفك معاك بكلمتين تحرجني. حرمت اقسم بالله ماليش دعوه بالدكاتره بعيد. هو اتعب دلوقتي ترتاح بعدين دي يا جماعه. انا جاي لكم المستقبل، مفيش راحه بعدين. انت يعني مفيش خلاص، انت كده بتختمها معانا ختمها مثل يعني هم خدعونا فقالوا. انا دلوقتي انا بحاول ابقى يعني بقنع نفسي ان انا في البعدين، بس انا مش في البعدين ولا حاجه. انت فين؟ انا مش القبلين، ما اعرفش في النص، مش عارف. محمدين رايح الحسين اي حاجه والله انا ما اعرفش. ثانك يو، نورتني وعلى راسي يا دكتور. شفت طولت معاك ازاي وانت طيب. ثانك يو يا دكتور. باي باي. يعني كده الاغلبيه اقروا انهم خدعونا فقالوا. خلاص انا ما فيش حد طلع عارضني النهارده.
ديكتاتورة قوي، مع اني والله العظيم والله العظيم ديكتاتور لذيذ، ده انا دمي خفيف جدا يعني، اديك القرار وانا بضحك فانت تنفذ بعد كده تتظلم. خدعونا فقالوا، هنعمل ايه طيب؟ ما فيهاش يعني، فاهم؟ غصب عني. كنت بخاف طول عمري عليك اكتر. كده ما اقول لك تعالى، انا عايز اقول لك على حاجه. لا انت هتضربي انا. لا مش هضربك، هعرفك غلطك بالشياكه. تعالى. هتضربي والله. 5 صراحة، هنتكلم بالراحة. الحلقة 118، آخر حلقة في السنة في 2020 من البرنامج اللي بيقولوا عليه، وختمناها بخدعوك فقالوا أو خدعونا فقالوا. من أحب الفقرات لقلبي، أحب السيجمنتس اللي عملتها، لأنه كنت مبسوطة أني بضرب في ثوابت بس بالعقل وبالأدب، بمعنى أنه لكل مقام مقال، ولكل زمن حاجة نتكلم فيه. يعني لكل زمن يعني ليه أحداثه، زي مثلا يجي يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، لا خدعونا فقالوا. لما يجي يقول لك مثلا اكسر البنت ضلع يطلع لها مش عارف كام و20، خدعونا فقالوا. يجي يقول لك زي النهارده اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، أكذوبة أو كذبة وخدعونا فقالوا. فأنا النهارده لو أنا يعني انتوا بتسمحوا لي في آخر 5 دقايق دي أنا أقول رأيي، يعني طول البرنامج ما بقولش رأيي بس بنعرف بعض أكتر زي ما قلت لكم، إنه بحب أقول رأيي معاكم، وبحب أسمعكم، وبحبكم تسمعوني، بحبكم تعرفوا عني أكتر، لأن أنا بعرف عنكم أكتر. أنا بحب بتدخل حتى غصب عني، إنه مذيعة وشغلتي وكده، بس بحب أبقى قريبة ليكم. فممكن أسألكم أسئلة، ولادك عاملين إيه مش عارف. أنا بحب كده قوي، بحب إن إحنا يبقى بينا جو كده، فاهم يعني، أسرة مع بعضينا. خدعونا فقالوا اتعب عشان ترتاح بعدين. أنا اخترت الشغلانة دي، ومن يوم ما اخترتها أنا ما شفتش راحة. بس في حاجة اسمها الوجع أو التعب أو إن أنت تعاني من حاجة بس لذيذة، يعني بتتبسط باللي بتوصل له، مش مهم حتى لو كانت بتيجي على إيه. بحبها، أنا اخترتها واستنيتها وتعبانة قوي فيها. أنا بحب الحاجة اللي بتعب فيها، يعني أنا ما أحبش الحاجة اللي تجيلي سهلة، أو بقيت أقول كده يعني ده تكنيك يعني من علم النفس، إنه أقول كده عشان ما تعبش قوي. فأقول لك أنا ما بحبش الحاجة السهلة، أنا بحب الحاجة اللي تعبانة فيها. أنا تعبت في حاجات كتير قوي، ويمكن أكون ما طلتهاش، بس الحاجات اللي طلتها فرقت معايا جامد قوي. زي ما بيقولوا عرفت قيمتها. لما تتعب في حد وتكون عايز تبني معاه، انه تلاقيه مثلا ما تنساش الفضل بينك وبينه، ويبقى في بينك سكينة ومودة ورحمة، بتتعبوا قوي. يعني انا ساعات لما بشوف عريس وعروسة ممكن بيعيطوا وقت كتب الكتاب او وقت فرحهم، انا ما كنتش اصدق في دموع الفرح، بس يعني حصلت لي قبل كده لما اخويا كان بيتجوز. يعني لو قعدت لقيت نفسي وحياة ربنا انا مش عارفه اوقف عيني من العياط، وعماله اتريق. انا كنت اتريق على الناس وهي تقول لك مس وورلد وتقعد تهوي كده، اللي هو ما تقفوريش يا ماما. لقيت نفسي عينيا بتعيط، حتى لما بصيت له راح هو عينيه مدمعه، راح مزعق لي يعني ما ينفعش كده قدام الناس. قلت له طيب خلاص، رحت مدوره وشي. يعني في دموع فرح. انا بحلم اني اشوف اليوم ده في يوم من الايام، انه اتعب في حد وحد يتعب فيا. دموع الفرح دي انه ما تبقاش حاجه عاديه، ما تبقاش حاجه سهله، لا تبقى عارف انك تعبان في الشخص اللي قدامك ده، انك هتحافظ عليه، انك هتخليه فعلا سكينه وموده ورحمه على قد ما تقدر، انك تعبت فيه، تعبت على بال ما وصلت له، ما وصلتلوش بالساهل، وصلت له بعد سنين كتير وبعد تعب كتير وبعد حاجات فاشله كتير. فدي بتبقى حاجه حلوه. ده وقتها بننسى ده، يعني ما خدعوناش فقالوا. وعلى فكره لما تعيشوا مع بعض مش ترتاحوا، بس هيبقى في ناس بتعدي، انت بتكبر دماغك، انت بتعدي الحاجات اللي بتهون. يعني هم ما كانش قصدهم راحه بمعنى راحه، بيتهيألي لما قالوا كده، لما قالوا الجمله دي. يقول لك ايه تاني مثلا؟ نيجي يقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. في اي حاجه، انا قلت لكم اهو، في شغل او في جواز، بس مثلا انه تغير شخصيتك، تغير حاجات. انا معاهده نفسي عهد كده مع ربنا انه 2021 هتبقى مختلفه. يعني الحمد لله يا رب، 2020 كانت 365 يوم ستر وصحه وسعاده، الحمد لله يا رب. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على كل حاجه وحشه، الحمد لله على كل حاجه حلوه، الحمد لله، وكل رضا، وكلنا رضا يا رب، اعفو عنا. بس معاهده نفسي انه ابطل طريقتي اللي بتزعل الناس مني انا اول مره اقول كده على فكره. ابطل انه حتى ما فيش حاجه اسمها اصلي وجعته بكلمه وما كانش قصدي. ما فيش حاجه اسمها ما كانش قصدي، ما فيش حاجه اسمها كده.
مفيش حاجه اسمها كده، لانه ده حق عباد. يعني الكلمه اللي وجعت ربنا هيردها، لانه ده عبد من عباد ربنا وجاب لك الكبير قوي، يعني فاهم هتعمل ايه؟ فمش عايزه اعمل كده تاني، مش عايزه حتى بهزار ارمي لهم كلمه، مع ان انا عمري ما بدات مشكله. يعني انا في حياتي عمري ما ببدا مشكله، بس لو بدات المشكله يلا يا مراحب، خش بقلب واسع قوي اديله. لكن انا ابدا مشكله يعني تلاقيني قاعده في حالي، يعني تلاقيني قاعده وانا ابدا مشكله، لا عمري ما عملتها، لانه ما ببقاش عارفه اخرها فين. بس معاهده نفسي انه كل حد انا وجعته عشان خاطري، انا هو بقول لكم يعني في اخر حاجه في البرنامج، في اخر حلقه، بالله عليكم تسامحوني. كل حد انا قلت له كلمه وحشه، كل حد انا اذيته بقول او فعل عشان خاطري سامحوني، انا غلطانه، انا بغلط كتير وكنت فاكره ان انتوا هتستحملوني، بس انتوا مش مجبرين انكم تستحملوني. انا اسفه لكل حد انا ظلمته، اسفه لكل حد انا وجعته، اسفه لكل حد انا ضايقته، واسفه لاني بتأدب من اول وجديد، واني بتعلم من اول وجديد، وانه الدلع اللي فات طلع عليا انا، وحق عباده بيخلص، واهم حاجه ان انا اروح له خالصه مخلصه يعني، ويبقى كلك رضا يا رب، او انت يا رب يعني تبقى راضي عني ان انا بخلص الحقي في الدنيا. لو ده اللي بيحصل انا راضيه. اهم حاجه تبقى ابن بلد كده وجدع، والناس تحبك، ومش دايم لك الا السيره الحلوه. هتوحشوني جدا، استنوني في 2021. باي باي.